صباح الفل عليكم حبايب قلبي تالتة ثانوي. فيديو بسيط كده كام دقيقة هنتكلم فيهم مع بعض علشان الفيديو ده مهم. لو انت مشترك معانا سواء من شهر 1 2 3 4 5 وانت بكل بساطة تايه او متلخبط، خاصة بقى ان الموضوع هيلخبط اكتر من بعد ما نزلنا كورس مراجعة الانقاذ. دلوقتي انا جاي اقولك في الفيديو ده اول حاجة ربنا معاك وربنا يوفقك. خلاص الرحلة بتخلص، فربنا يوفقكم وربنا يحقق لكل واحد اللي بيتمناه يا رب. بص بقى، دلوقتي احنا عندنا الكورسات بتاعتنا اللي هي في تالتة ثانوي: كورس العظمة، كورس المراجعة النهائية، كورس مراجعة الإنقاذ. هنفترض افتراض دلوقتي، أنا عاوزك بالراحة تركز معايا قوي عشان تعرف أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. ولو اشتركت معانا وراكمت أقولك تعمل إيه، ولو أنت اشتركت في كورس تشترك في غيره ولا ما تشتركش. فصدقني الفيديو ده لازم تكمله آخره عشان هيفيدك. أنا طالع أعمله لكل طالب مشترك معانا، وبرضه ممكن أي حد مش مشترك معانا يسمعه عشان ممكن يفيده، بس الأغلب اللي هيشترك اللي مشترك. طيب ركز معايا. دلوقتي لو انت اشتركت في كورس العظمة، كورس العظمة ده كان عبارة عن ايه؟ اولا لو انت اشتركت في 1 او 2 او 3 او 4، تمام كده. وكورس العظمة بدأت الناس تشترك فيه من شهر 1 لحد بالظبط بداية شهر 4. تمام؟ حلو. فلو انت اشتركت في الكورس الجميل ده، الكورس الجميل ده كان عبارة عن ايه بس افكرك بيه؟ كان عبارة عن 3 معسكرات: اولى وتانية، بعد كده نص منهج سنة تالتة، بعد كده النص التاني منهج سنة تالتة. كل معسكر كان 8 حصص، حصة ساعة، ساعة ونص، وهكذا. حلو. بعد كده كان في ورش حل على القطع والمواقف والإيميل والموضوع والقواعد. بعد كده 40 امتحان ثانوية عامة والأزهر وامتحانات السودان. الكورس ده معانا لحد يوم الامتحان. اللي اشترك فيه من 1 أو 2 أو 3 أو 4 وماشي فيه تمام، ما عندكش أي مشكلة. يعني على سبيل المثال احنا منزلين الفيديو ده في 5 أهو. حلو. لو أنت سمعت ال3 معسكرات وماشي في ورش الحل ودخلت على الجزء بتاع الامتحانات، يبقى حييك، شابوه، يبقى الله ينور، كمل يا بطل لحد يوم الامتحان. كمل بقى معايا. انا بالنسبه للناس بقى بتاعت كورس العظمه، لو انت ظروفك تسمح وقادر انك تشترك في كورس مراجعه الانقاذ يبقى ده افضل ليك. ليه؟ عشان كورس مراجعه الانقاذ اللي احنا لسه منزلينه ده عباره عن 5 محاضرات، وهحكي لك حكايته كمان شويه. طيب انت مش حابب وذاكرت ال3 معسكرات بتوع كورس العظمه وحليت ورش الحل عشان قلنا في افكار كتير، وداخل دلوقتي في شهر 5 على ايه؟ على حل ال40 امتحان، فانت راجل مية مية. تمام كده، بطل او انتي بطلة. بص انتوا مية مية، فخلاص مش عايز تشترك في كورس تاني، خلاص مش مهم. المهم ان انت كده تبقى واثق من كل حاجة. استنى بقى ليلة الامتحان عشان تدخل ليلة الامتحان وتقفل فرنساوي ان شاء الله. ده كده الناس بتوع كورس العظمة. طيب لو انت راكمت، يبقى انت اشتركت في 1 أو 2 أو 3 أو حتى 4 وراكمت، وحاسس ان المدة كبيرة عليك والحصص 8 في المعسكر الأول و8 في المعسكر التاني، بعد كده 8 في المعسكر التالت، ولسه هحل وبتاع. لا ده أنا كده هغيب وعندي مواد تانية وعندي ضغط، خلاص اركن كورس العظمة خالص، ادخل في كورس مراجعة الإنقاذ. يبقى أنت لازم تشترك في كورس مراجعة الإنقاذ. تمام. طيب لسه هكلمك على كورس مراجعة الإنقاذ دلوقتي. كورس مراجعة الإنقاذ ده احنا لسه منزلينه. تمام، سهل جدا، عبارة عن 5 محاضرات، محاضرة فيها فارم أولى وتانية، بعد كده ال4 محاضرات التانيين فيهم منهج سنة تالتة. المحاضرة رينجها من 3 ساعات، 4 ساعات، 4 ساعات ونص. كل محاضرة بنشرح فيها من الصفر المنهج تاني، وبنحل عليها 200 سؤال، يعني معدل 1000 سؤال. وخد بالك هنعمل حاجة مهمة في الآخر، مهمة جدا، هنحل ورش حل برضه وامتحانات ثانوية عامة والأزهر من 2017 لحد 2023. يبقى كورس الإنقاذ هتلمه بخلال أسبوعين 3. الدنيا زي الفل بالنسبة لك، وأقل من كده كمان لو أنت حابب. طيب يبقى أنت كورس الإنقاذ، كورس العظمة تاني، لو هتقدر تكمل دلوقتي في شهر 5 تخلص المعسكر يا بطل. لو انت مش عايز تشترك في معسكر الانقاذ، تخلص المعسكر معاك 5 ايام، تخلص المعسكر. يعني 5 ايام تخلص ال8 حصص، او 7 ايام تخلص ال8 حصص. يعني ال3 معسكرات يخلصوا معاك في 3 اسابيع. لو انت عايز تضغط نفسك شوية، عايز تخلصهم اسرع شوية، تخلصهم كل معسكر في 5 ايام. يعني برضو في خلال 15 يوم وتدخل تحل امتحانات، وفي شهر 5 الدنيا تبقى تمام معاك. لو انت هتسمع برضو الفيديو ده في اخر 5 وفي اول 6 ركز في كلامي. طيب كده خلصنا كورس العظمة وانت دلوقتي عرفت هتعمل ايه. طيب لو انت بقى اشتركت في كورس مراجعة المراجعة النهائية. المراجعة النهائية دي احنا نزلناها امتى؟ نزلناها في شهر 4، في أول 4. حلو. في ناس بقى ايه اشتركت فيها على طول. المراجعة النهائية دي كانت عبارة عن ايه؟ 6 محاضرات، فيديوهات مدمجة. 6 محاضرات دول كانوا هم فيهم المنهج كامل وحل برضو 3000 سؤال، بعد كده في ورش حل وفي 40 امتحان برضو. طيب يا ميسيو السؤال هنا، انا اشتركت في المراجعة النهائية، احتاج ادخل كورس تاني؟ اقول لك انا بقى، لو انت ماشي تمام خلصت مثلا المحاضره الاولى او الثانيه وفاضل لك مثلا الثالثه والرابعه، تقدر تكمل مراجعه النهائيه. برضو كان 3 معسكرات، المعسكر فيه محاضرتين، المعسكر فيه محاضرتين، يعني الكورس 6 محاضرات. كورس المراجعه النهائيه ثالثه ثانوي 6 محاضرات. لو هتقدر تخلص المعسكر برضو في 7 ايام، 5 ايام،
المعسكر في 7 أيام أو 5 أيام، يعني في خلال 15-20 يوم هتخلص كله وتحل امتحانات وتظبط كل حاجة، يبقى كمل في كورس المراجعة النهائية وما تشتركش في حاجة تاني. طب مش هتقدر وعندي مواد تانية وهتلخبط ولسه زي كورس العظمة، يبقى ادخل كورس مراجعة الإنقاذ عشان ينجز معاك. كورس مراجعة الإنقاذ ال5 محاضرات، كل محاضرة في 5 أيام، سهلة جدا مفيهاش أي مشكلة. رنجها من 3 ساعات 4 ساعات 4 ساعات ونص، شرح حوالي مثلا ساعتين ساعتين ونص، كل حاجة من الصفر. وده سادس سنة نجرب الموضوع ده، فالموضوع ده في الجون يعني. لو انت اصلا ما دخلتش كورس العظمة وما دخلتش المراجعة النهائية ودخلت كورس مراجعة الإنقاذ، تقدر تقفل فرنساوي وتجيب 40 من 40. الكلام ده شهادة قدام ربنا، مش بنهزر. تمام؟ لأن كل حاجة بنقولها بتبقى جاية في الامتحان، أو مهمة، أو اشتغلنا عليها قبل كده، أو دي أفكار الامتحان، ونظبط لك الدنيا على قد ما تقدر حتى لو أنت صفر. طيب كده خلاص انت عرفت. طيب حاجه بقى اخيره، لو انت كنت في كورس العظمه وخلصته الحمد لله دلوقتي وصلت الامتحانات، بس انت يا ميسيو مش عارف هعمل ايه بقى في اخر 5 او اول 6، خلاص ادخل مراجعه الانقاذ. ادخل مراجعه الانقاذ هتفيدك جدا. طب برضو انت اشتركت في المراجعه النهائيه الحمد لله في 4 وفي 5 وخلصتها والدنيا تمام، ومش عارف تعمل ايه بقى اليومين الجايين، عايز حاجه تلم لي الدنيا كده في 4-5 محاضرات، ادخل مراجعه الانقاذ. تمام؟ كده انت الموضوع واضح بالنسبه لك، الدنيا سهله جدا، وكل واحد في الفيديو ده هيعرف انت فعلا محتاج تشترك في ايه وما تشتركش في ايه. هتحتاج مراجعه الانقاذ دي ولا مش تحتاجها؟ بس الكورسات معانا كلها يا شباب مكمله لحد يوم الامتحان، يعني الكورسات تقدر تسمعها لحد يوم الامتحان مفيش مشكله. طيب مراجعه الانقاذ بقى ديت ليها PDF، ليها PDF عشان محدش يسأل عن الكتاب. كنا عاملين كتاب لكورس العظمه وكتاب مراجعه نهائيه، ودول اللي اشترك في كورس العظمه او مراجعه نهائيه خد الكتاب بتاعهم وشغال منهم زي الفل. مراجعة الإنقاذ دي PDF، يعني محاضرات 5 محاضرات، كل محاضرة لها PDF. تمام؟ اللي هيشترك في مراجعة الإنقاذ يقدر ياخد PDF ويذاكر عادي جدا، عشان محدش يدخل لجروبات التيم يقول لهم أنا عاوز الإيه؟ الكتاب اللي الميسيو قال عليه PDF. أنا ما قلتش كتاب PDF، أنا بقول مراجعة الإنقاذ دي ليها PDF، يعني كمان مش كتاب، ده هو PDF ل5 محاضرات. 5 محاضرات بكل بساطة تدخل تسمع المحاضرات وتشترك وتاخد PDF. كده أنت عارف أنت هتعمل إيه. خلاصة الكلام، حابب تشترك في مراجعة الإنقاذ الأخيرة؟ تمام، سواء أنت مراكم أو مش مراكم تمام، مش حابب تشترك فيها برضه تمام، وأنصحك إنك تشترك فيها لأن هي هتلخص معاك كتير وهتنجز معاك حاجات كتير قوي. وبالتوفيق وربنا معاكم. واللي عنده أي مشكلة كلمنا على جروبات التيم اللي هو الواتساب بتاع التيم اللي كلكم عارفين. سلام عليكم.